نظرت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم في قضية طلب خروج حركة النهضة من مقرها المركزي بمونبليزير بطريقة استعجالية. وفق ما توفر من معطيات، فإن صاحبة البناية التي تشغل حركة النهضة كمقر المركزي لها بمونبليزير تقدمت بقضية استعجالية لدى الدائرة الاستعجالية 18 بالمحكمة الابتدائية بتونس لطلب الخروج إن لم يدفع، وذلك لخلاص معاينات كراء كبيرة متخلدة بذمة المدعى عليه حركة النهضة. هذا وقررت الدائرة القضائية المتعهدة بتأخير النظر في القضية إلى جلسة 28 ديسمبر من أجل تسوية الوضعية. حسب المعطيات المتوفرة، فقد حذر محامو حركة النهضة وطالبوا بتأخير في انتظار مساعي صلحية مع صاحبة بناية مقر حركة النهضة بمونبليزير لتسوية الوضعية معها، خاصة وأن الدعوة تم رفعها تحت عنوان طلب الخروج لعدم الدفع مبالغ كبيرة. واستجابة لطلب محامي النهضة، قررت هيئة الدائرة الاستعجالية تأخير النظر في القضية إلى حين تسوية الوضعية أو مغادرة المحل.